أهلا بيكم في الحلقة الثالثة من الكورس. النهاردة هنبدأ ندخل في أول طريق من الطرق اللي احنا هنمشي فيهم بإذن الله، وهي الكسب عن طريق مواقع العمل الحر أو الربح عن طريق مواقع العمل الحر. زي ما كنا قلنا قبل كده، مواقع العمل الحر بكل بساطة هي بتوصلك بناس محتاجين خدمات، زي مثلا حد عايز كتابة، حد عايز تصميمات سوشيال ميديا، حد عايز عمل إعلانات أو عايز حد يعمل له الإعلانات بتاعته إلخ. فالحاجات دي كتير، ويا اما انت بتحط خدماتك والناس بتشتريها، يا اما الناس بتنزل هم محتاجين ايه وانت بتخش تعرض عليهم ان انت تعمل لهم اللي هم محتاجينه ده. طيب احنا عاوزين نفهم اكتر المواقع دي زي ايه. زي ما قلت لك، المواقع دي عندك فريلانسر واب وورك ومستقل وخمسات وفايفر والحريفه وكفيل. ففي مواقع فريلانس كتير جدا او مواقع عمل حر كتير جدا تقدر ان انت تشتغل عليها. طيب عايزين نشوف المواقع دي شكلها بيبقى عامل ازاي وايه كل حاجه بتتم فيها. هننتقل مع بعض للشاشه دلوقتي، هصور لك الشاشه علشان اوريك كل حاجه بتتم ازاي. زي ما انت شايف ده اول موقع قدامنا. وخد بالك، انا عاوز اقول لك على حاجه قبل ما نبدا ان انا اوريك المواقع. في ناس كتير بتصعب جزئيه العمل الحر، وانا مش جاي اقول لك ان هي سهله، ولكن جاي اقول لك ان الموضوع بسيط. ولو عملت فيه الخطوات اللي انا هقولها لك وهعلمها لك، وعرفت ان انت تمشي خطوه بخطوه زي ما انا همشي معاك خطوه بخطوه، هتقدر ان انت تكسب من اول اسبوع وتكسب فلوس كويسه جدا. لكن ما تصعبش الموضوع على نفسك. ما تفضلش تقول لنفسك انا مش هقدر، ده فلان ما عرفش، ده فلان حاول وما نجحش. لو مشيت بالطريقه اللي انا بقول لك عليها، هتقدر تعمل فلوس كويسه جدا جدا من مواقع الاعمال الحر. فخلينا نشوف اول موقع معانا النهارده، وهو موقع خمسات. موقع خمسات هو من المواقع البسيطة السهلة اللي زي ما انت شايف كده أكبر سوق عربي للخدمات المصغرة. يعني ببساطة انت بتقدم فيه خدمات مصغرة. الموقع ده مناسب جدا لكل الناس اللي لسه بادئين. يعني لو انت لسه مبتدئ، ده هيكون أنسب حاجة بالنسبة لك. هتيجي كده تنزل زي ما انت شايف، أنا هنا فاتح خمسات. لما تيجي تنزل كده هتلاقيه هنا بيجيب لك الخدمات. ده من نوعية المواقع اللي انت بتحط فيها الخدمة بتاعتك وبعد كده الناس تبتدي ان هي تشتريها. طيب الخدمات دي بتبقى زي ايه؟ تعالى كده مثلا نخش على جزئيه او خدمه التسويق الرقمي. هتلاقي هنا عندك حاجات كتير جدا: اداره حسابات التواصل الاجتماعي، اداره المنصات يعني، والتسويق على فيسبوك، التسويق على انستجرام، التسويق على البريد الالكتروني، تحليل الاس اي او واس اي او المتاجر، والخطط التسويقيه، والتسويق عبر محركات البحث او الاس اي ام. طب خلينا نشوف اول حاجه اداره مثلا حسابات التواصل الاجتماعي. انا عاوز بس اوريك الخدمات بيبقى شكلها ايه والعميل بيشوفها ازاي. دي كده مثلا الخدمة بتاعة الشخص ده، خلينا نخش عليها. هي دلوقتي مكتوب إدارة صفحات التواصل الاجتماعي، وبعد كده كاتبة إن سعر الخدمة 50 دولار. تمام. تطويرات اختيارية، ده لو أنت حابب إن أنت تعمل تطويرات اختيارية وكده كده هنفهم ده. أنا هنا ببص بعين العميل، يعني أنا هنا أكني عميل داخل أشتري خدمة فبوريك الفريلانسرز أو الناس اللي بتشتغل شغل حر بيبقوا حاطين خدماتهم إزاي، وأنت هتبقى حاطط خدماتك زيهم. فأنا هنا عندي أول حاجة، هي هنا بتقول لك حاطه نتيجه من شغلها افتر وبيفور، ان هي استلمت الصفحه دي فيها 54 فولور بس، وقدرت ان هي تزودها ل 487. ده شكل التصميمات اللي هي حطتها على الصفحه. وبتيجي هنا تقول لك بقى تفاصيل عن الخدمه بتاعتها. بتقول لك اداره منصات التواصل الاجتماعي، عدد الحسابات واحد، يعني بتمسك اكونت واحد، شامل عدد 3 تصميمات مع كتابة محتوى ل3 بوستات ومتابعة الاستوريهات بشكل يومي، لإدارة الحساب شهريا وفق خطة تسويقية مخصصة لمجالك لزيادة عدد المتابعين والمبيعات من خلال التسويق بالمحتوى. انظر للتطورات التالية. تمام. بعد كده بتيجي تروح للتطورات اللي بعد كده، بتقول لك بقى ان ده معرض الاعمال بتاعها، دي الصفحات اللي هي مسكتها قبل كده وازاي زودتهم وايه التصميمات اللي هي نزلتها. وبعد كده هنا دي جزئيه الكلمات المفتاحيه، بتبقى حاطه كلمات مفتاحيه ليها علاقه بالخدمه اللي هي بتقدمها. طيب خلينا كده نشوف هي عملت الخدمه دي كام مره. مبدئيا صاحب الخدمه هنا مثلا اسمها ايه. تمام. آية باعت الخدمة دي 5 مرات. تمام، 5 مرات، وخدت 4 تقييمات 5 نجوم. متوسط سرعة الرد بتاعتها 6 ساعات، ومدة التسليم أسبوع. يعني أنا دلوقتي عرفت إن آية قدرت إن هي تبيع ل5 مشتريين قبل كده، وإن التقييم بتاعها أو الناس اللي اشتغلت معاها ادوها 5 نجوم. فهي بالتالي حد كويس. أنت كمان هتبقى بتسعى إن أنت لما تتعامل مع الناس أو تتعامل مع العملاء، العميل بعد ما يخلص معاك لازم يديك 5 نجوم علشان الناس بعد كده تتشجع ان هي تتعامل معاك. لو جينا نزلنا هنا هنلاقي الناس اللي ادوها 5 نجوم كاتبين رايهم كمان: كانت تجربه رائعه، الحمد لله، متقنه في عملها وامينه. فانت برضه هتبقى مهتم ان انت تاخد ريفيوهات زي كده. ولكن ببساطه زي ما قلت لك، ده كده عباره عن موقع خمسات. انت دلوقتي لو جيت حسبت، يعني ببساطه كده 5 اشتروا منها في 50 دولار، فاحنا بنتكلم في 250 دولار. فهي دلوقتي قدرت ان هي تعمل مبلغ كويس. قدرت ان هي تعمل مبلغ كويس، وانت كمان تقدر تعمل مبلغ زي ده.
لو جينا رجعنا كده هنلاقي برضو هنا إدارة حسابات التواصل الاجتماعي، في ناس هنا اهو عاملة برضو إدارة حسابات. البياعين كتير، يعني زي ما انت شايف هنا انا عندي بياع اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة، وكل واحد منهم بيقدم الخدمة بتاعته بطريقة مختلفة. يعني هنا التصميم غير التصميم هنا غير التصميم هنا. وانا لو جينا نتكلم عن احسن تصميم لإدارة حسابات التواصل الاجتماعي، فهي آية عاملة احسن تصميم فيهم، حاطه نتائج من شغلها وحاطه التصميمات اللي هي بتضيفها للشغل. فانا شايف ان هي التصميمات بتاعتها كويسه جدا. طيب لو جينا كده طلعنا من هنا من اداره الحسابات وجينا مثلا نشوف التسويق على فيسبوك عشان نشوف باقي الخدمات اللي انت تقدر تقدمها. هنا مثلا ده حد بيقول لك الترويج لاي منشور بصفحتك على فيسبوك، يعني مثلا هيعمل لك اعلان على الفيسبوك بتاعك. طيب السعر بتاعه بيبدا من كام؟ بيبدا من 25 دولار. عمل الخدمه دي كام مره؟ 143 مره، يعني ما شاء الله عمل مبلغ كويس جدا. طب لو جينا نحسبها مع بعض علشان نشوف انت تقدر تدخل مكاسب قد ايه من العمل الحر، فانا دلوقتي هو عندي 25 دولار في 143، يعني الشخص ده ما شاء الله قدر ان هو يكسب 3575 دولار. فده رقم كويس جدا. لو جيت حسبتها بالنسبه لك بالمصري فانت بتتكلم في 178 الف جنيه، ودي ارقام حقيقيه. طبعا انت لو كنت شفتني في فيديو بقول لك اعلمك ازاي ان انت تكسب 100 الف جنيه بس، كنت هتقول الراجل ده نصاب او الراجل ده ما بيفهمش حاجه. ولكن ده اللي انت مش عارفه، الناس بتعمل فلوس كويسه جدا عن طريق العمل الحر. انت بس اللي متاخر، وانت بس اللي ساكت وشايف ان ده مستحيل، لكن هو مش مستحيل. طيب احنا كده بصينا على الخدمات عشان الحلقه بتاعتنا ما تطولش. تعالى كده نروح على موقع زي مستقل. ده موقع مستقل اهو، ده من نوعيه المواقع اللي الناس بتنزل فيها اللي هم محتاجينه، وانت بتقدم لهم الخدمه اللي هم محتاجينها. زي ما انت شايف كده دخلنا هنلاقي هنا كاتيجوريز كتير او مجالات كتير. احنا هنختار مجال التسويق علشان نبص عليه. وبعد كده هو هنا برضو طالب مدير لحسابات التواصل الاجتماعي بتاعه. طيب هو هنا بقى هيدفع كام؟ انت في الموقع بتاع خمسات زي ما قلت لك كان بيبقى موقع خاص بالمبتدئين شويه، او موقع الخدمات عليه بيبقى سعرها رخيص. لكن هنا انت من حساب واحد اللي الشخص ده محتاجه، مطلوب مدير صفحات تواصل اجتماعي للعمل ضمن فريق في وكالة تسويق يقوم بالنشر وجدولة المنشورات لحسابات العملاء على منصات التواصل الاجتماعي. يعني بكل بساطة كل اللي انت هتبقى بتعمله انك بتدير الصفحة، بتنزل البوستات، بتكتب محتوى كويس، ولكن لازم تكون فاهم ازاي هتعمل ده، مش اي حد وخلاص. طيب الراجل ده مستعد يدفع كام؟ مستعد يدفع من 100 دولار ل 250 دولار. يعني لو قلنا ان هو هيدفع اقل رقم اللي هو 100 دولار في 50، انت بتتكلم في 5000 جنيه من عميل واحد. 5000 جنيه شهريا من عميل واحد انت تقدر ان انت تشتغل له. فخليك واثق في نفسك وخليك عارف انك تقدر تعمل فلوس كويسة جدا. زي ما انت شايف هتلاقي هنا بقى الناس اللي طالبه شغل كتير جدا، يعني ده من 3 ساعات، ده من 4 ساعات، ده من 4 ساعات برضو عايز حد يدير له منصات التواصل الاجتماعي بتاعته. لو جيت بصيت عليها هنا كده هتلاقي ان هو برضو استعد يدفع من 100 ل 250 دولار، نفس الرقم تقريبا. فانت تخيل لو اشتغلت مع 2 عملاء 3 عملاء هتقدر تدخل مبالغ كبيره جدا، وهتقدر ان انت تكسب فلوس كويسه جدا من مواقع العمل الحر. طيب لو جينا بقى نبص على المواقع العالميه او المواقع اللي بتتطلب لغه انجليزيه كويسه زي موقع ابورك. وهنا على اب وورك انت ممكن تكسب اكتر بكتير من اي مكان تاني. فلو جيت كده دخلت على find work for your skills، لو جيت دخلت هنا هبتدي برضو ان انا اشوف الناس اللي منزله شغل. يعني خليني مثلا اكتب هنا كده ديجيتال ماركتنج. فزي ما انت شايف بيحمل معايا ويبتدي ان هو يجيب لي كده دول الناس اللي اشتغلت او الناس اللي بتشتغل في الديجيتال ماركتنج. لكن انا عايز اوريك الخدمات هنا كده من الجوبس. هبتدي ان انا ابص على الخدمات المعروضه. فانا هنا مثلا شايف اهو قدامي شغلانه سوشيال ميديا ماركتر بيزد ان تايوان اور تشاينا. ده عايز حد عايش في تايوان او في الصين، فانت مش هتبقى مؤهل للشغلانه دي. ولكن هنا مثلا عندنا سوشيال ميديا ادفرتايزنج سبيشاليست فور سيلز جنريشن. يعني هو هنا عايز سوشيال ميديا سبيشاليست يقدر ان هو يعمل اعلانات كويسه جدا علشان يجنريت سيلز او علشان يجيب مبيعات. طيب الراجل ده مستعد ان هو يدفع كام؟ مستعد ان هو يدفع من 8 ل 25 دولار، ولكن مش في الشغلانه، في الساعه. يعني انت لو بتشتغل كل يوم 4 ساعات بس، وهنفترض انك خدت اقل مبلغ برضو اللي هو 8 دولار، ف 8 دولار في 4، فانت قادر ان انت تحقق 32 دولار في اليوم. 32 دولار في اليوم دول يعني 1600 جنيه في اليوم. لو اشتغلت في اي مكان 24 ساعة، مش هقول لك 12 ساعة، مش هتعرف تعمل مبلغ زي ده.
فانت هنا ببساطه قدامك اول شغلانه، طبعا بيبقى كاتب لك التفاصيل بتاعه الشغل، هو طالب ايه بالظبط وعاوز ايه بالظبط، الشركه بتاعته شكلها ايه، وبتبدا ان انت تقدم على الشغل ده علشان تحاول ان انت تخلي الناس دي تختارك. فببساطه احنا هنا كده وريتك امثله للمواقع، مثال على المواقع بتاعه الخدمات اللي انت بتحط فيها خدماتك وبتبيعها، ومثال للموقع اللي انت بتخش تقدم فيه على الناس اللي محتاجاه او للناس اللي محتاجه ايه. يعني العميل بينزل الحاجه اللي هو محتاجها، عاوز حد يدير مواقع التواصل الاجتماعي بتاعتي، عاوز حد يعمل لي اعلان، وانا ببدا اخش اقول له ان انا هقدر اعمل له ده، ويا يختارني يا يختار حد غيري، ولكن احنا هنخليه يختارني وهنعرف مع بعض ازاي في الحلقه اللي جايه. يبقى انا خدت امثله على المواقع العربي ومثال على الموقع الانجليش، وتقريبا كل المواقع الباقيه اللي انا قلت اسمها بتشتغل بنفس الطريقه، طريقه من الاثنين، يا اما انت بتضيف خدماتك والناس بتشتريها، يا اما الناس بتنزل هم محتاجين ايه وانت بتقدم عليه. فخليك معانا عشان الحلقة الجاية هنبدأ بقى الشغل العملي، ونبدأ نعرف ازاي اعمل اصلا اكونت، وهبدأ ان انا اعمل الاكونت ده ازاي، واضيف خدماتي ازاي، واقدم على شغل ازاي. فاشوفك الحلقة الجاية.